الصدمه راه كانت كبيره، راه الصدمه راه شاب داير كيلو بحال الورده، انت 30 عام وانت كتسقي في ديك الورده، وفي الاخر يجيو يقولوا لك ولدك الله يرحمه. انت مازال، انا مازال كنتمنى نتزوج ونحضر العرس ونشوف وليداتو. الصدمه كانت كبيره، راه الصدمه باقا الان، انا باقا الان كنتفكر ولدي وكنبكي. اي واحد عنده وليدات ومجرب الكبده راه غيحس بيا انا. راه ولدي كان خويا، كان كلشي بالنسبه ليا. ولدي راه كبر معايا، انا ولدي راه خلى ليا با عنده 5 سنين وهو معايا. يعني فلذة الكبد ديالك ملي كتفقدها راه اي واحد عنده الوليدات راه غيحس بيه. انا موسى عصام الله يرحمه ومرحوم، اللي توفى في المنطقه الصناعيه في جرف الاصفر. وراكم عرفتوني وخرجت شحال من مره كنهضر. بغيت اليوم نقول لكم اخر المستجدات، راني طرقت جميع الابواب وحتى شي باب ما عطاني الحق ديال ولدي. يعني ولدي مات نتيجه الاهمال ونتيجه اللامبالاه ديال الشركه، ولكن ما داروا معايا والو. الحاجه الوحيده اللي تيقولوا هو انه قانون حوادث الشغل المميته هو انك انت الضحيه غنعطيوك تعويض ديال 12% في العام. تجي شي 200 درهم ولا 300 درهم في الشهر، ماشي تا ثمن ديال الدواء اللي كان كيشريه ليا المرحوم. انا راه عندي 30,000 ريال ديال الدواء في الشهر. يعني شاب في مقتبل العمر يبخسوه حتى لهاد الدرجه. ما عرفتش حتى ان الموت ديالو راه كان واحد الموت بواحد الطريقه مفجعه، بطريقه مؤلمه بزاف. كما هو راه حد الان انا ما عارفاش ولدي كيفاش مات وعلاش مات في ديك الطريقه. كيقولوا هما راه صيفطناه لهذيك البلاصه ودار عليها تكوين. ولدي ما عمرو دار شي تكوين، ما عمرو دار شي تكوين في هذيك الشركه. هذيك النقطه اللي كان فيها راه ماشي هي النقطه اللي بدا فيها في الاول. هذيك النقطه غنقول لكم انايا كان تخاصم مع الشاف ديال الجروب، وهو اللي صيفطوا لهذيك النقطه. كانه اي واحد ساهم في الموت ديال ولدي خاصو يتحاسب. علاش كيهضروا ليا كيقولوا ليا اصلا التعويض، اش من تعويض غادي يعطيوني انا؟ اش من تعويض؟ واش 5000 درهم في العام هي اللي غتعوض ليا الموت ديال ولدي؟ انا ولدي كان هو كل شيء بالنسبه ليا. ما عرفتش هذا القانون ديال حوادث الشغل، ما عرفتش واش باقي ديال 1900 ولا ما تجددش ولا بطبيعه الحال، لان القانون ديال حوادث الشغل بالنسبه لولدي راه هو العائق الاكبر. لان ملي كتمشي عند اي مسؤول قانوني او لا اي محامي كيقول لك هذا الشيء اللي كاين لالا في القانون ديال حوادث الشغل. يعني الام عندها 12% من الصالير ديال ولدها. ولدي انا كيشد 3000 درهم. هاد 12% اش غادي دير لك؟ اش غتعوضك؟ اش غتعوضك على الالم اللي تالمتي، على الفقد اللي فقدتي، على الوحده اللي بقيتي فيها من موراها؟ اشنو غادي؟ ما عرفتش هاد التعويض اشنو غادي غنتنازل على لان ولدي باقي ما حدو، باقي ما خادش الحق ديالو. كان مات بسبب الاهمال ديال هذيك الشركه، بسبب اللامبالاه. انا خصني نتابعهم قانونيا، لان ولدي انا صيفطو يخدم. ولدي صيفطو مع 12 يخدم، جا مع العشرة قالوا لي سيري لولدك راه هو مليوح في لامورغ ميت. ما عرفتش انا واش ما عندنا قانون في البلاد، واش ما عندنا محاسبه، واش هاد الشركات غير محطوطه تما ما كاين قانون، ما كاين. ما عرفتش انا ولدي صيفطو يخدم، ما صيفطوش يموت. الا بغيتي يخدم وصيفطتيه لواحد البلاصه خطيره وفر لي وسائل ديال الامن والسلامه. اما الشركه راه ما تعطات لا حتى شي. اصلا الشركه ما مسوقاش. راه قلت لكم انا في الفيديو اللي سابق، راه ما عزاوني، ما علموني، ما جاو عندي، ما بردوا لي قلبي، ملاحوت في لامورغ وخلاو تمايا. جاتني الخبر انا من عند الناس اللي ما عندهم علاقه بالشركه. جا مسؤول من بعد فاش تيقول لي ما اتصلي بالصحافه، ما تمشي للقانون، دابا سيري بعدا لاسيرونس، عطاني فين كاينين
هو اللي غادي يدير معاك المسائل ديال ولدك. صراحة أنا ولدي ما الحق ديالو خاصني ناخدو بأي طريقة، خصني ناخد الحق ديال ولدي واخا يتبدل، لأن خاص هاد القانون ديال الشغل، حوادث الشغل المميتة خاصو يتبدل، خاصو يتعاقبوا بعدا هادوك اللي كانوا سبب في موت الولد، لأنه بسبب الإهمال ديال الشركة باش مات ولدي أنا. الصدمة راه كانت كبيرة، راه الصدمة راه شاب دير كيلو بحال الورده، انت 30 عام وانت كتسقي في ديك الورده، وفي الاخر يجيو يقولوا لك ولدك الله يرحمه، انت مازال، انا مازال كنتمنى نزوج ونحضر العرس ونشوف وليدات الصدمه كانت كبيره، راه الصدمه باقا الان، انا باقا الان كنتفكر ولدي وكنبكي. اي واحد عنده وليدات ومجرب الكبده راه غيحس بيا انا. راه ولدي كان خويا، كان كلشي بالنسبه ليا. ولدي راه كبر معايا، انا ولدي راه خلى ليا باه عنده 5 سنين وهو معايا. يعني فلذة الكبد ديالك ملي كتفقدها، راه اي واحد عنده الوليدات راه غيحس بيا. الرساله ديالي الاخيره، انا طرقت جميع البيبان وبقى ليا باب ديال سيدنا الله ينصرو، سيدنا الله ينصرو. الله، انا الله يشافيك. انا كنوجه لك هذا النداء، حق ولدي ما بغيتوش يضيع، حق ولدي بغيت ناخذه. ما انا ما تنقلبش على التعويض، انا بغيت يتعاقب وخاصو ما عرفتش انا الشباب تيموت بهذيك الطريقه. راه شحال من شاب، راه ماشي غير ولدي، وما كاين لا محاسبه، ما كاين لا رقيب لا حسيب. سيدنا الله ينصرك، الله يشافيك. حق ولدي انا بغيت قلبي برد من جيت ولدي، لان كنحس بان ولدي ما خادش حقه. ولدي مات وما بغيتوش الروح ديالو راه ماشي قليله عندي انا. واحد السؤال انا بغيت نطرحه، الدور ديال هذيك مفتش الشغل اللي جالس في هذاك المكتب ديالو، واش عنده علاقه يضمن السلامه ديال هاد الشغيله في الشركات ولا؟ ما عرفتش والله، ما عرفتش. هذا السؤال غيبقى ديما مطروح. يعني مفتشية الشغل خاصها تقلب على الوسائل ديال الامن والسلامه ديال المشغلين، خاصها تعرف الظروف ديال العمل ديالهم، واش موفره لهم الشركات وسائل ديال السلامه. ما عرفتش انايا واش هاد الشباب اللي كيموت، واش الارواح ديالو على من غادي تكون العاتق، على العاتق ديالنا، شكون اللي غادي يتحمل مسؤوليه الموت ديالو؟